ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلنا بنحب الحواوشي وبنعرف نعمله وليه طرق كتير مختلفة. المرة دي بقى انا عملته بشكل مختلف كده، حواوشي رول. لذيذ خالص وسهل وسريع، مش ياخد مننا وقت خالص. وبيطلع زي ما انتم شايفين كده بالجمال واللذاذة دي. لو اول مرة تشوفيني بس ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. واتمنى ان انتوا تاخدوا لفة في القناة كده وتتفرجوا على كل الافكار والوصفات اللي بقدمها. هنا بقى بوريكم الحواوشي بعد ما استوى. بصوا جميل ازاي، بس هو طبعا سخن جدا جدا. فانا يعني بحاول اوريكم لان مش هقدر امسكه طبعا من سخونته. جميل جدا وجوسي كده ولذيذ. كمان العيش اتحمص معانا حلو خالص. ويعني بصوا طلع الحمد لله النتيجة بتاعته مظبوطة وناجحة جدا الحمد لله. هنا برضو بوريكم من زاوية تانية كده. بصوا الحمد لله اللحمة مفرومة مستوية من جوه، والجبنة بتمط معانا، بس طبعا انا مش مكترة الجبنة قوي يعني، بس هي الجبنة اللي حطيتها هي يعني بتمط شوية. بص اول حاجة انا طبعا استخدمت نص كيلو لحمة مفرومة. هحط عليه بصلتين وسط كده، وهفرمهم في كبة ناعم خالص. بعد كده اجيب البولة بتاعتي وانزل بالبصل المفروم ده في البولة. بعد كده هجيب الفلفل الاخضر، انا استخدمت حوالي 4 حبات كده من الفلفل الاخضر. وهبدأ افرم في الفلفل الاخضر بتاعي كده كويس خالص. برضو هنزل بالفلفل المفروم ده في البولة اللي فيها البصل. انا كده بجهز التتبيلة الاول. بعد كده جبت فلفل الوان، واحدة من كل لون. وهبدأ اطحن فيه ناعم خالص. هي ممكن دي الخطوة مختلفة شوية، مش كل الناس بتحط فلفل الوان في الحواوشي. بس الصراحة انا من وجهة نظري ان هو ده طعم حلو قوي للحواوشي. وكمان خلاه شكله مبهج كده من جوه وطعمه بجد لا فرق جدا في الطعم. يعني انا انصحكم ان انتوا تجربوا بالخطوه دي، يعني بخطوه الفلفل الالوان. ان شاء الله مش هتندموا. هنزل بالفلفل الالوان بقى على باقي الحاجات اللي هي الفلفل الاخضر والبصل، واقلب كده كويس. عايزه اقول لكم ريحه الخلطه من يعني بدات تبقى خطيره جدا. بعد كده هجيب البقدونس، قطعته بالسكينه كده بس تقطيعه بسيطه، وحطيته في الكبه وهبدا اطحن فيه برضو لحد ما ينعم شويه معايا، عشان ما يبقاش يعني رخم كده في اثناء الاكل، يطلع كده في البق وكده. فيفضل ان هو طبعا يتحط في الكبة ويتطحن كويس، او يتفرم يعني كويس. بعد كده هنزل بقى بالبقدونس على الخلطة. وهندي تقليبة كده. بصوا اصلا الخلطة شكلها مبهج ازاي، جميلة جدا. كده الخلطة مبدئيا خلصت يعني. هجيب بقى اللحمة مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة. وهبدأ اجيب الخلطة دي وانزل بيها على اللحمة المفرومة. ومع التقليب بالايد بقى نبدأ يعني نخلط كل المكونات كده بالايد. افضل بكتير من المعلقة عشان نطمن ان اللحمة المفرومة كلها خدت من الخلطة. لسه طبعا يعني ال الوصفة ما خلصتش لسه، التتبيلة هنحط لها شوية بهارات. بعد كده هجيب خلطة الحواوشي دي، احط كيس، وابدأ ايه اقلب برضو كويس خالص بايدي كده.
وحطيت كيس كمان. حسيت ان الكيس الاولاني كميته قليله قوي الصراحه، فحطيت كيس تاني. ما تقلقوش، طلعت في الاخر مش حادقه خالص وجميله مظبوطه. بس كده، مش هضيف اي حاجه تاني. هجيب بقى العيش البلدي او السياحي، اي عيش عندكم بتحبوا تستخدموه. اهم حاجه العيش بس يكون طازه. هقسمه نصين كده بالمقص. وهجيب اول وش من رغيف العيش، وهحط الخلطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوزعها كده بالمعلقه، واحط شويه جبنه موتزاريلا، وابدا اعمله رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نفس الكلام مع الوش التاني. كده عملت الرول زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى باقي الكميه بنفس الطريقه. عايزين الجبنه تمط اكتر معاكم وكده، ممكن تزودوا كميه الجبنه شويه عن كده. كده انا عملت الرول زي ما انتوا شايفين كده. هدهنه، هديله بخة زيت كده يعني قبل ما ادخله فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 250. اول ما يطلع من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، بصوا اتحمص وبقى جميل ازاي، والجبنة ساحت كده من يعني طلعت من العيش وساحت خالص. هديله بخة مية اول ما يطلع من الفرن، وهغطيه بفويل عشان ياخد من الرطوبة وكده، ويطرى معايا العيش خالص يبقى طري. عايزينه يفضل محمص زي ما هو، يبقى متعملوش خطوة المية والفويل دي خالص. بس انا حبيت ان هو يبقى طري عشان بحبه اطرى، بحبه يعني يبقى طري في الاكل. فبصوا بقى الشكل النهائي بعد ما هدي شوية وطلعته من الصينية. يعني شلت الفويل وطلعته، بصوا طري ازاي وبيلمع وجميل قوي. يعني الحمد لله النتيجة مظبوطة جدا. وبرضو غيرنا في شكل الحواوشي، عملنا حاجة مختلفة. تغيير، يعني تغيير مطلوب برضو. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتكون مشاهدة ممتعة كده ليكم. وشكرا جدا للمشاهدة والمتابعة، وأتمنى ان انتوا زي ما قلت كده تاخدوا لفة في القناة وتتفرجوا على كل الوصفات والأفكار اللي بقدمها. كلها وصفات بسيطة وسهلة ومختلفة، مش هتاخد أي وقت ولا مجهود منكم. وشكرا جدا ليكم.